جماهير تونس ويشيد بحماس المغاربة. أطلق اللاعب نيل الفرنسي والمنتخب التونسي على العابدي تصريحات قوية بعد فوز تونس الساحق على سوتومي وبيريز بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وعبر العابدي عن خيبة أمله من غياب الجمهور في المدرجات رغم تحقيق النسور قرطاج تأهل لنهائيات كأس العالم. وقال اللاعب بلهجة غاضبة يشوي بالحزن: الملعب فارغ الأمن كثيرا، كنا نتمنى أن نحتفل بالأهل مع جماهيرنا، من المحزن أن نرى هذا الصمت في الوقت الذي نحقق فيه إنجازات كبيرة. وأضاف: انظروا إلى الجزائر والمغرب وحتى ليبيا، رغم أنهم لم يتأهلوا إلى مونديال حتى الآن فإن الملاعبهم تمتلئ في كل المباريات. هذا هو السر القوي والدفاع الحقيقي للاعبين. ودعا اللاعب الجماهير إلى حضور مكثف في المباريات